السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وكل عيد وانتم بخير يا رب. طبعا كلنا اللحمة واتمتعنا وهضمنا والدنيا معانا زي الفل. خلاص نحلي بقى. تمام. فالحلو بتاعنا النهاردة ايه؟ الحلو النهاردة حبايبي رز بلبن. بس ايه ولا احلى رز؟ احلى رز بلبن كلته في حياتي النهاردة. عملناه. يلا بينا نشوف مقاديره وتكاته وحركاته، ونشوف كل حاجة جميلة بقى. نشوف المقادير بتاعته عملناه ازاي. مقاديره خفيفة جدا، خفيفة على القلب وخفيفة على الجيب وحاجة محترمة، وهتاكلي احلى رز بلبن ما اكلتهوش عند اي حلواني في الدنيا. وقبل ما نبتدي هنسمي ونصلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واول حاجة هنجيب 5 كيلو لبن ونغليهم. احنا دلوقتي بنغلي اللبن على النار. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عايزه اللبن بالقشطه بتاعته. بتجيبي لبن كامل الدسم. 5 كيلو لبن سايب، لبن مبستر كامل الدسم. اي لبن عندك موجود مش بيمشي الحال. تمام. وعلى نار هاديه جدا عشان بس ما يفرش منك وتخسري الدسم بتاعه وتخسري القشطه. تمام. وكمان هيبهدل البوتاجاز. واحده واحده كده مع بعضنا بالراحه خالص. حبايبي انا ما جريتش الفيديو عشان تشوفوا كل التكات والحركات بالظبط. دلوقتي اللبن عندي خلاص بيغلى اهو. لو شايفين بيفور وهيملى بسم الله ما شاء الله الحل على النار. شايفين معايا حبايبي؟ انتوا كمان ما تجروش الفيديو. فيه تكات وحركات وتركات مهمة جدا. لازم ما تفوتوهاش على نفسكم، ما تفوتوش على الفيديو. الحركات والتكات الحاجات الجميلة دي اللي بتخلي طعم الرز معاكي تحفة جدا. عمرك ما هتشتري الرز من بره تاني ابدا. وتاني حاجة معايا حبايبي، كوباية ونص رز، اللي هو الكوب المعياري 250. وعندي المية بتغلي على النار. بنزل بالرز بتاعي طبعا بعد ما اغسله كويس جدا، واقلبه كده على النار اقلبه في المية كويس، واسيبه بقى ايه يغلي. واول ما بيبتدي يغلي بوطي على نار هادية واسيبه. نيجي بقى للتركية المهمة جدا. عندي كوباية مية ساقعة متلجة. تمام. وعندي باكو كريم شانتيه. بقلبه كده بالمضرب كويس قوي. مضرب يدوي، مضرب كهربائي، لو عندك هاند بلندر، لو عندك كبة. ما عنديش اي مشكلة. المهم في الاخر يديني القوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. شايفين بسم الله ما شاء الله. وبحطه على الرف في التلاجة على ما بيستوي الرز بتاعنا. دلوقتي خلاص الرز استوى وبقى بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا اهو. برفع الرز من على النار ونجيب بقى اللبن بتاعنا وبنقلب. 4 معالق نشا على ربع كوباية مية. تدوبيه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات. لازم تتأكدي طبعا ان هو بقى سائل جدا. وهنخليه على جنب دلوقتي. وهننزل طبعا بنص كوباية سكر. احنا عايزين الحلو بتاعنا النهاردة يبقى ممتاز ممتاز. ازاي انا اجيب بقى الطعم احلى من رز بلبن؟ تمام. ولا تقولي لي بقى بلبن، ولا تقولي لي بقى حلواني بقى، لا هند ولا غيره ولا ديول ولا اي حد في الدنيا. بننزل بالرز بتاعنا كده وبقلب. بنزل بالرز حبة حبة واقلب عشان ما يعملش تكتلات. عندك بقى 2 ظرف 4 ظرف فانيليا، لو عندك فانيليا سايلة يبقى افضل طبعا. بس انا المتاح عندي كان اللي هو الفانيليا السكر. ونجيب بقى التركاية المهمة بتاعتنا النهاردة، اللي هي بقى ملكة الملوك في وصفتنا النهاردة، الكريم شانتيه. وبوزعه كده كويس أوي واقلب. هنا بقى جت مرحلة النشا. بنزل بالنشا واقلب كويس قوي. نشا حبايبي حاولي على قد ما تقدري ما تكتريش. رز ما تكتريش. زي ما قلنا مع بعض 5 كيلو لبن، كوباية ونص رز، ظرف كريم شانتيه.
نص كوباية سكر. تمام. 4 معالق نشا. شايفين الرز معانا سايل وجميل ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ يستحيل يكلكع، يستحيل يقفش، يستحيل ما يكون طعمه مش حلو. شايفين جميل ازاي وسايل ازاي؟ مش ممكن ابدا تعملي رز احلى من كده ابدا. هيطلع معاكي جميل جدا وهينجح من اول مرة، وهتبقي استاذة في الرز بلبن. يستحيل تشتريه من بره تاني. يستحيل تروحي تقفي طوابير على بلبن وتشتري العلبة الواحدة ب50 جنيه. طب وانا ليه؟ انا ما كلفتش الوصفة بتاعتي النهاردة ما كلفتش 150 جنيه. انا عايزة اقول لكم عاملة كام طبق رز بلبن. تخيلوا عملت كام بولة. انا عبيت علب والله ووزعتها على حبايبي. مش عايزة اقول لكم انا عاملة حوالي اكتر من 35 علبة. احسبوا 35 علبة في 50 جنيه. لا طبعا يستحيل. شايفين الجمال والحلاوة بقى؟ اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد وانتوا طيبين، واشوفكم في فيديو جديد وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.